حوار فتوح وعبد الله جمعة هابُص له من ناحية تانية خالص. أنتم عارفين إن عبد الله جمعة اعتذر، وفتوح فضل شوية كده زعلان وبعدين إيه، قعد شوية كده وضغطوا عليه وهاجم ورئيس الزمالك راح شاتمه ومهزّقه، وطلع محمد رجب زي ما قُلت لكم قال له: "يا فتوح إذا ما رُحتش اعتذرت لسيادة المستشار هاجيب تاريخك كله وهافضحك." طلعوا قالوا كده. اللي طلع بعد كده رئيس نادي الزمالك قال لك: "يا جماعة أنا كلام وصلني من الإداري غلط، وأنا ما فيش لا منشطات ولا حاجة." مع إن هو أصلًا هو اللي قايل إن في حشيش، هو ما فيش هو اللي قايل إن في حشيش مش الإداري اللي قال. فطبعًا عشان يترمخوا على الموضوع وقال لهم: "انسوا موضوع المنشطات ده للأبد ولا كأن حاجة حصلت." لا يا حبيبي ما فيش حاجة اسمها كأن حاجة حصلت، أنت قُلتها واتخرمت وداننا. طيب أنا باتكلم بقى في الاعتذار. في ناس كتير بقى دلوقتي في حوار كهربا اللي داير ده بغض النظر هو إن شاء الله يا جماعة كهربا في في إن شاء الله في قايمة مباراة سموحة لأن الأهلي بعت خطاب لاتحاد الكرة استفسر تاني النهارده، راح اتحاد الكرة غصبٍ عنه كان هيرد قال له نعم والخطاب منشور وكله قال له هيلعب فيه ماتش تقدر تاخده في قايمة سموحة عادي ما عندوش مشكلة. طبعًا أنا رفضت له الخطاب بس الخطاب فمش هتعرفوا تقروه معايا يعني، بس الخطاب موجود لو حد عايزه أنا هانزله لكم في الcomments. طيب أنا بابُص من حاجة تانية، وطبعًا كل بقى هزازين الرؤوس الزملكاوية اللي نازلين بقى إيه، كهربا وكهربا مش عارف مين، والأهلي اللي حرّضه وده يستاهل وعقاب لكهربا ومش عقاب لكهربا وكده. وفي منهم طلع قال إن كهربا إن هو نكر الجميل وباع الزمالك اللي سبب شهرة كهربا الزمالك ونكر الزمالك وباع كهربا ما فيهوش خير. كهربا ما فيهوش خير عشان حافظ على كرامته. كهربا ما فيهوش خير عشان رفض إن هو يتسَب له قدّام اللعيبة ويتلعن قدّام اللعيبة، ورَد على رئيس نادي الزمالك. كهربا ما فيهوش خير إن هو حافظ على كرامته وكرامة أبوه وكرامة أمه وكرامة أهله، وضحّى بالدنيا ما كان مرتاح الولا وبيلعب وعادي. وهو دلوقتي في مشاكل بسبب الموضوع ده، وبسبب إن في حد في اتحاد الكورة زوّر تاريخ العقد، ما هو ما توقّعش كده، هو كان على حق كهربا، بس في حد في اتحاد الكورة زوّر تاريخ توثيق العقد، لكن العقد ما اتوثّقش بتاع كهربا إلا بعد انتهاء المهلة. واتعرّض لده كلّه وخَد الغرامات، كل ده عشان كرامته ويحافظ على كرامته وكبريائه، وما يتهانش قدّام لعيبته وقدّام أصحابه وقدّام لعيبته وقدّام الرأي العام. وبعدين وراح وسبب المشكلة إن هو غلط قال له: "ما تجيبش سيرة أبويا وأمي." والتاني كان بيجيب سيرة أبوه وأمه وأخواته. فده كهربا أنت بتلوم عليه، انسى إنّك زملكاوي أو أهلاوي، أنت بتلوم عليه عشان حافظ على كرامته. أنتم يا ناس اللي بتسمعوني والّا بتتفرّجوا عليّا، بذمتكم لمّا حتى كزملكاوي بيفكّر مش تابع. لمّا يطلع يتقال على عبد الله جمعة وأنا عملت حلقة وانتصرت لعبد الله جمعة وأحمد فتوح، وقُلت يا جماعة هم ما لهمش أهل وحلقاتي مسجلة. كلنا هل أنتم كنتم ترضوا إن عبد الله جمعة وأحمد فتوح يرجعوا الزمالك بعد الإهانة اللي اتقالوها؟ اتقال عليهم بيشربوا حشيش وبيجيبوا نسوان، وبعدها بيوم عبد الله جمعة طلع يعتذر ولا كأنه واقف في طابور العرض ومنزّل راسه ومدردل راسه. إيه الذل ده؟ إيه الذل ده؟ ده الذل، ده اسمه الذل يا جماعة، ده اسمه ذل. وشوية فتوح قاوم، 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 وطلعوا هاجموه في كل حتة في قناة الزمالك ورئيس نادي الزمالك، وفي الآخر طلع اعتذر. ده اعتراف ضمني ورسمي منك يا فتوح أنت وجمعة إن أنتم بتشربوا حشيش وبتجيبوا نسوان. ده الطبيعي. فهل هم كهربا بقى أدي عينة من اللي بيعملها رئيس نادي أديكم شفتوا بعينيه. أدي عينة من اللي بيعملها رئيس نادي الزمالك في لاعيبته. هو بيعمل فيهم كده كل يوم، عايز يستهينهم ويستحلهم زي ما بيستهين ويستحل كل الناس اللي شغالين عنده في قناة الزمالك أو الناس اللي تحته في جهاز مجلس الإدارة وكلنا عارفين الكلام ده. لمّا واحد يطلع كهربا يطلع ما يقبلش الكلام ده ولا يرضى بالظلم ده، ولا يرضى بالظلم اللي حصل عليه، ولا يرضى إنه يتهان وإن هو كرامة وعنده رجولة. يبقى ده مصيره إنه يتهاجم وهو باع الزمالك بسبب شهرته. باع الزمالك بسبب شهرته إيه؟ ده مشي من الزمالك عشان قلة الأدب اللي كان بيتعرّض لها. راجل عنده ضمير. طب ما هو كهربا معلش يا جماعة طيب، ما كهربا راح اتعاقد في الأهلي واتخصم له مليون جنيه واتخصم له مش عارف إيه. ما طلعش اتكلم ولا اعترض ولا عارف ليه؟ لأن ما فيش حد غلط فيه ولا شتمه ولا أهانه. رسمي يا باشا غلطت تتحاسب بالقوانين باللوايح شكرًا. لكن ده عشان يعمل حاجة يتغلط فيه ويتغلط في اللي جايبينه في الزمالك ويتغلط في أهله. أدي اللي كان بيحصل في كهربا. يعني أنا شوفوا اللي حصل في فتوح عبد الله جمعة ده اللي ما فيش أي بني آدم يا رب لو كان بيأكلني شهد إلا لو ما عندوش كرامة يقبل على نفسه كده. فإحنا بنلوم على كهربا، أي حد بيلوم على كهربا إنه مشي من الزمالك عشان حافظ على كرامته، ومش كل شوية يجيب سيرة أبوه وأمه وأخته.
طب ما هو لو كان سكت كان هيحصل فيه برضه زي فتوح وعبد الله جمعه، معلش يعني، والّا أنا غلطان؟ وأنتم عارفين إن رئيس الزمالك عايز كله حاضر سمعًا وطاعة، معايا حبيب قلبي أحطك جوّه الحتة الشمال، مش معايا هادوسك واهينك واقول لك عليك إنك بتشرب حشيش ونسوان، واغلط في أبوك واغلط في أمك واغلط في أختك واغلط في اللي جايبينك. فالناس بتلوم على كهربا عشان اختار كرامته واشترى كرامته. أنا عارف إن كهربا مشي كده، هو واحد يتلعن يخرب بيت دي كورة يعني، يخرب بيت ده رزق يا عم مصدر عيش أقعد أتذل كل شوية. فالناس اللي بتلوم على كهربا بس دي رسالة للناس اللي بتلوم على كهربا إنك ما تلومش حد عنده كرامة وعنده ضمير وعايز يدافع عن كرامته وكرامة أهله وأبوه وأمه وأخواته. وفتوح عبد الله جمعة دلوقتي لمّا يمشوا في الشارع أهو أنتم شايفين التحفيل على الإنترنت يا جماعة. شايفين التحفيل على الإنترنت كل شوية كلّها صور حشيش، وكلّها صور مش عارف مين، وكلّها صور إن الناس دي وبتجيب نسوان، عشان رئيس نادي الزمالك بتاعهم هو اللي قال كده. شكل أهاليهم إيه، شكل أهالي عبد الله جمعة وأحمد فتوح إيه وهُم ماشيين في الشارع، لمّا حد يسألهم أهو والنبي كان ولادكم بيشربوا حشيش، ده رئيس النادي بتاعهم اللي قال كده. ما فيش حد فكّر يا جماعة في الموضوع ده. بضمن تكملة الموضوع بتاعنا يعني، رئيس نادي الزمالك قال لفريق السلة السيدات لمّا اتهزم من الأهلي بسكور كبير، قال لهم روحوا شوفوا اتريق عليهم، بيتريق على اللعيبة بتوعه. قال لهم روحوا اغسلوا روحوا اتجوّزوا واقعدوا في بيوتكم، شوفوا هتقعدوا في بيوتكم والّا هتتجوّزوا، وراح أهان اللعيبة بتوعه، ما هو ده مرتضى ده رئيس نادي الزمالك. ده برضه عينة من اللي كان هيحصل في كهربا لو كان سِكت، كان هيحصل فيه زي البنات اللي هو دمّرهم تمامًا دول، بالسكور ده راح قال لك يروحوا يتجوّزوا والّا يقعدوا في بيوتهم.